السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا تاني لتعليم اللغة العامية المصرية من اللغة الفصحى. هيا نبدأ. هنا هل تعرفه؟ هل تعرفه؟ هل تعرفه؟ دي لغة فصحى أو لغة عامية. أنت تعرفه؟ أنت تعرفه؟ هل تعرفه؟ لغة فصحى أو لغة عامية. أنت تعرفه. هنا هل أنت طبيب؟ هل أنت طبيب؟ هل أنت طبيب؟ لغة فصحى. وهنا العامية أنت دكتور. أنت دكتور. هل أنت جديد هنا؟ هل أنت جديد هنا؟ أنت جديد هنا أو أنت جديد هنا. أنت جديد هنا ولا إيه؟ أنت جديد هنا ولا إيه؟ نفس الكلام. هل أنت مصري؟ هل أنت مصري؟ أنت مصري. أنت مصري. يعني أنا بس أتكلم معكم، أشارك معكم واحد كلام. عندما أنت تريد أن تسأل بهل لغة فصحى لازم يعني لابد أن تتكلم في اللغة العامية ولا إيه. دي أحسن كثير عشان لأن يعني الناس يفهم منكم كله. هل أنت مصري؟ أنت مصري. يعني لو أنت تتكلم أنت مصري يعني هنا هو مش يفهم، يعني أنت سألت أو أنت تكلمت معه أنت مصري، هو يتكلم أيوة أو نعم. لكن يعني لو أنت تتكلم أنت مصري ولا إيه، هو هيتكلم سيتكلم أيوة أنا مصري، أيوة صح، أيوة طبعا أنا مصري، هكذا. هل أنت مصري؟ يعني أحسن هنا نتكلم هل يعني باللغة فصحى للسؤال. وأنت لو أنت تريد أن تسأل بهل يعني بديلة من الهل تتكلم في لغة عامية ولا إيه، هكذا بس ما فيش كتير. يعني افعل ما تريد. افعل ما تريد. افعل ما تريد اللغة فصحى. وهنا اللغة العامية اعمل اللي أنت عايز. اعمل اللي أنت عايز. اعمل اللي انت عايز. وهنا افعل ما تريد. يعني افعل ما تريد يعني do what you like. يعني اعمل اي حاجة، يعني اعمل اي شيء. يعني اعمل يعني افعل. اعمل اللي دي ليس معناها. اعمل اللي يعني افعل ما تريد، هكذا الاشياء. اعمل اللي انت عايز. انت يعني انت عايز يعني تريد، هكذا. اعمل اللي انت عايز. وهنا افعل ما تريد او افعل ما تشاء، هكذا. بعدين هل تحب اللون الاسود؟ هل تحب اللون الاسود؟ وهنا لغة عامية بتحب الاسود. بتحب الاسود. بتحب الاسود. هنا اللون زيادة. هل تحب اللون الأسود؟ هنا بتحب الأسود. لو تتكلم هل تحب اللون الأصفر؟ أصفر يعني يلو. لو تتكلم أصفر تتكلم يعني بتحب الأصفر، هكذا. وهل تحب اللون البني؟ بني يعني جراي. لو تتكلم بني تتكلم بتحب البني، هكذا. أنا أتفق معك. أنا أتفق معك يعني I agree. أنا أتفق معك. أنا أتفق معك. وهنا فصحى يعني عامية أنا معك. يعني مثلما أنت تتكلم أنا معك، هكذا. أنا أتفق معك الذي يعني تتكلم، هكذا. أنا أتفق معك. ولغة عامية يعني أنا معك. بعدين ماذا اشتريت؟ ماذا اشتريت؟ ماذا اشتريت؟ وهنا اشتريت إيه؟ ماذا اشتريت؟ هنا اشتريت ايه؟ أين تذهب؟ لا، أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ هنا رحت فين؟ أين ذهبت؟ رحت فين؟ أين يعني فين؟ ذهبت يعني رحت. أين ذهبت؟ رحت فين؟ هل يمكنك التعامل معه؟ هل يمكنك التعامل معه؟ هل يمكنك التعامل معه؟ وهنا لغة عامية تقدر تتصرف. تقدر تتصرف. تكلمت قف. لو نتكلم على عين نتكلم تقدر. لا عين لا، يعني اسمه دي
غين نتكلم تقدر تتصرف، وعين لأن قاف لو نتكلم بهمزة نتكلم تقدر تتصرف، تقدر تتصرف أو تقدر تتصرف. هنا لو عم اسم دي فصحى هل يمكنك التعامل معه هكذا. بعدين هل كنت تعيش هنا، هل كنت تعيش هنا، وهنا كنت ساكن هنا. هل كنت تعيش هنا، لو تتكلم كنت ساكن هنا والله ده يعني ده الكلمة أو ده السؤال يعني مية مية. كنت ساكن هنا والله. هل كنت تعيش هنا، هل تملك السيارة، هل تملك السيارة. لو تتكلم عندك عربية ولا ايه، مية مية، سؤال مية مية. عندك عربية ولا ايه، لو موجود يتكلم أيوة يوجد أو أيوة موجود. لو يوجد عنده عربية أو لو لديه عربية أو سيارة يعني يتكلم أيوة عندي. عندك عربية موجود ولا ايه، أيوة عندي موجود أو أيوة فيه هكذا. بعدين هل لديك حيوان أليف، أليف يعني بيت. هل لديك حيوان أليف، عندك حيوان ولا ايه، أو عندك حيوان في المنزل، أو عندك حيوان في البيت هكذا. أو عندك حيوان في البيت، أو مثلا حيوان يعني مثلا بيت يعني ده يعني مثلا يعني اسمه دي يعني حرة، حرة يعني قطة، قطة يعني قطة، هم يتكلمون قطة قطة أو قطة هكذا. أو مثلا كلب يعني عادي أي حاجة، أو مثلا أرنب. هل لديك حيوان أليف يعني عندك حيوان، أو طيور، طيور يعني مش حيوان مثلا عصافير هكذا، عندك عصافير. هل لديك عصافير، أو هو لو يتكلم في اللغة عامية يعني عندك عصافير في البيت، أو عندك عصافير في المنزل، في المنزل يقول أيوة في موجود هكذا. بعدين هل تحب أن تدرس، هل تحب أن تدرس، وهنا أنت بتحب الدراسة، أنت بتحب الدراسة. هل تحب أن تدرس، أنت بتحب الدراسة. لو مثلا أنت تتكلم هل تحب أن تزور، تزور يعني زيارة tourist. هل a visit، هل تحب أن تزور، تتكلم هنا أنت بتحب الزيارة، أنت بتحب الزيارة هكذا. لو أنت تتكلم هل تحب أن تنام، النوم sleep. هل تحب أن تنام، تتكلم أنت بتحب النوم، أنت بتحب النوم هكذا. يعني دي واحد اسمه دي واحد كلمة، يعني واحد جملة، واحد اسمه دي جملة دي يعني هذه الجملة أنت تستطيع أن تكون كثير سؤالات. بعدين هل هو يعرفك، هل هو يعرفك يعني هو عارفك، هو عارفك هكذا. هل هو يعرفك ده اللغة فصحى، وهنا هو عارفك عامية، هو عارفك هكذا هم يستخدمون. متى تدرس، متى تدرس، بتذاكر امتى، بتذاكر امتى. متى تدرس، بتذاكر امتى. متى تدرس فصحى بتذاكر امتى. أين تعيش، أين تعيش، ساكن فين. هنا واحد كلمة نتكلم يعني واحد كلام نتكلم دي الذال. أنا تكلمت يعني اسمه دي أخذت، أخذ يأخذ. دي الكلام هم مصريون يستخدمون ذال يعني دال. لكن هنا اسمه دي هنا هنا ذال. دي الذال مش يتغير يعني لا يتغير، لا تتغير دي الذال لا يتغير. يعني بتذاكر أنا في حياتي مش سمعته، يعني أنا لم أسمع في حياتي أنا اسمه دي ذاكر، بتذاكر حد تكلم معي بتذاكر، أنا لم أسمع يعني كذا. دي ذاكر بتذاكر ذال يعني ذال هكذا. بتذاكر امتى، متى تدرس، بتذاكر امتى. إن لو أنتم عرفتم خلاص معلش يعني معذرة أنا لا أعرف. أين تعيش، أين تعيش يعني أنت ساكن فين، أو أنت أين أنت تعيش، ساكن فين أو أنت ساكن فين. هل أنت دعوته، هل أنت دعوته يعني invite. هل أنت دعوته يعني هم مصريون يستخدمون أنت عزمته،
أنت عزمته عزمته. هل أنت دعوته يعني أنت عزمته. بعدين هل يمكنني التحدث معك فصحى وعامية. ممكن أتكلم معك. هل يمكنني التحدث معك وهنا فصحى أو عامية. ممكن أتكلم معك. بعدين هل يمكنك أن تعلمني اللغة العربية. هل يمكنك أن تعلمني اللغة العربية. وهنا ممكن تعلمني عربي هكذا. بعدين يجب أن تعرف ذلك يعني اللغة العامية لازم بقى عارف دي. لكن قاف مصريون يستخدمون بأ أو بغاء. لو نتكلم بغاء نتكلم لازم بقى عارف دي. لو نتكلم بحمزة نتكلم لازم بقى عارف دي. هم يتكلمون كثير أماكن هم يستخدمون يلا يعمل بعدي يعني افعل هذا يعني بقى أو باع يعني ليس فيها معنى كثير. يجب أن تعرف ذلك لازم بقى تعرف دي أو لازم بعرف دي هكذا. هل يمكنك الإجابة فصحى عامية تقدر تجاوب يعني هنا قاف. لو نتكلم بحمزة نتكلم تقدر تجاوب أو تقدر قاف يعني همزة تقدر. لو نتكلم بالغين نتكلم تقدر. وهنا جيم يعني غين أو جيم يعني جيم. طيب تقدر تجاوب أو تقدر تجاوب. بعدين إلى أين تذهب يعني رايح فين. رايح فين. بعدين هل ستذهب معنا يعني هتجي معنا. لو نتكلم جيم يعني غين نتكلم هتجي. لو نتكلم جيم يعني جيم نتكلم هتجي معنا يعني هل ستذهب معنا. يجب أن تذهب فورا. نتكلم لغة عامية لازم تمشي حاليا. لازم يعني يجب. تمشي يعني تذهب. حاليا يعني فورا. يجب أن تذهب فورا يعني لازم تمشي حاليا. طيب يا إخواني نحن انتهينا الفيديو اليوم إن شاء الله. سنرجع تاني في فيديو تاني جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.